السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اللهم صل وسلم وزد وبارك عليك يا حبيبي يا شفيعي يا رسول الله، عليه أفضل الصلاة والسلام. مساء الفل، مساء الورد والياسمين، مساء النشاط والتشجيع والتحفيز، مساءكم مليان بركة، مساءكم مليان بكل حاجة حلوة في الدنيا. كل الحاجات الحلوة اللي في حياتنا تستاهل إن إحنا نقول اللهم لك الحمد والشكر حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماوات والأرض وما بينهم. مش لازم تحصل لي حاجة حلوة عشان أحمد ربنا. في كل ثانية وفي كل لحظة انت في نعم من ربنا مغرقاكي كده. ففي كل لحظة وفي كل ثانية خلي لسانك دايما عاطر بذكر الله، بالحمد والشكر والاستغفار. وربنا يا رب يرزقك بما تتمني من كل حاجة حلوة في الدنيا، يجعل لك منها نصيب. روتين النهارده بادئينه كده بنشاط وبتشجيع وبتحفيز. عندنا شغل كتير، عندنا رغاوي ونضافة، عندنا غسيل وطبيخ بصوا روتين النهارده قمر قوي ويستاهل ان انت تحطي له لايك. طلعت كده كيس شوريك من بالليل، طلعته وحطيته كده على الرخامة، بسم الله ما شاء الله، من هنا للصبح لقيته فك زي ما انتوا شايفين كده. بصوا كأنه لسه مخبوز، ولا سخنته في طاسة على النار، ولا سخنته في الفرن، ولا جبته ناحية النار خالص، وبقى طالع من الفريزر كده. لان متشالة اصلا طازة. يعني لما بتشيلي الحاجة طازة في الفريزر، سواء كانت عيش سواء كانت معجنات تكون لسه معمولة، او حتى العيش لو لسه جايباه، سبحان الله تطلعيه كأنه لسه متجاب حالا. فبتعملي اي معجنات تشيليها كده زي ما انا شلت الشوريك وقت ما اتعمل على طول. كيست كده اكياس كده في الفريزر، واجي اطلع الكيس فيه واحدتين تلاتة أربعة على قد عددنا، كل واحدة جنب كوباية شاي بلبن، والدنيا بتمشي فطار كده سريع وخفيف وظريف ومنجز ومنقذ وكله بركة. عملت كوباية قهوة حلوة، شربتها مع وحدة الشريك القمر دي، وكده كان آخر كيس معجنات عندي في الفريزر، خلاص الفريزر بيستغيث. فقلت إن شاء الله بإذن الله ربنا يديني الصحة والعافية يا رب، وإن شاء الله بأمر الله أصحى بكرة الصبح أعمل ممكن أعمل شوية قرص، أعمل شوية قراقيش، أي حاجة. طيب حبايبي اللي سألوني يا لولو هنعمل إمتى الرقاق بتاع العيد؟ كل سنة وانتم طيبين يا مسكرات. والله عايزة أقول لكم على حاجة، لو اتعمل الرقاق بتاع العيد من دلوقتي، يعني أنا عن نفسي من موقعي هذا أحب أقول لكم، هيجي العيد مش هنلاقي ولا واحدة، بسم الله تبارك الله، هيتاكل كله وهيتعمل كله. فنأجل شوية موضوع الرقاق بتاع العيد، ونأجل شوية كمان موضوع الخبيز، عشان احنا هنخبز حبة عيش حلوين كده، وهنحمص شوية عيش حلوين كده للعيد، عشان الفتة بقى، لزوم الفتة والملوخية والأكل الحلو بتاع العيد. ربنا يجعل أيامنا كلها أعياد يا رب آمين. وهنأجل برضو موضوع الرقاق، ان احنا نعمل الرقاق دلوقتي شوية، نأجله لغاية امتى؟ لغاية لما نخلص نشيل الهدوم الصيفي نشيل الهدوم الشتوي قصدي، ونطلع الهدوم الصيفي، ونغسل البطاطين ونغسل السجاجيد. كده هنتبقى معانا؟ يتبقى لفة سريعة كده في الشقة، مش هتاخد مننا وقت ولا مجهود خالص. وبعد اللفة كمان السريعة دي نخلي آخر حاجة موضوع المعجنات، قبل ما نبقى كده فنشنا الشقة خالص تنظيف. تمام. كان عندي شويه غسيل كده عايزين يتطبقوا، قلت اما اطبقهم، وبعد ما اطبقهم هنتشر بقى اشوف اعمل اكل اليوم ده. النيه لله ان انا ناويه من بالليل انا مش هعمل لهم اكل النهارده الصراحه يعني. فكره عدس وبصاره لا، انا عندي مرفوضه تماما، مش هياكلوها. بس في نفس الوقت ممكن ياكلوا وجبات اقتصاديه تانية غير العدس والبصاره. تمام. يعني بسم الله ما شاء الله، لو سلقت بيض عملت لكل واحد بيضايه جنب شويه كشري اصفر، الدنيا هتمشي زي الفل، اللهم صل على النبي. لو سلقت بيض مثلا كل واحد بيضايه، وحمرت بطاطس وعملت لهم سندوتشات، برضو انا شايفه ان كل دي وجبات اقتصاديه بالنسبه لي، عيالي هياكلوها. ما فيهاش بروتين، ما فيهاش طبيخ، ما فيش صلصه، ما فيش ملوخيه ورز والكلام ده كله. وبرضو انا ما اعتلتش هم في اليوم ده الاكل، قضيتها زي ما بيقولوا. في ناس تقول لك انتوا بتقولوا قضيها، هو اللي بقضيها ده بيقضيها ازاي؟ اصل اليوم اللي انا بقول فيه ان انا هقضيها تلاقيني اتكلفت وصرفت زي اليوم ده. يعني اليوم اللي انا بقضيها فيه زي اي يوم عادي تاني، في طبيخ. ما بحسش بفرق خالص، ولا بحس اني انا وفرت اي حاجه. بُصّي يا حبيبة قلبي، كل واحد وليه دماغه وليه تفكير وليه طريقة، وعدد أفراد أسرتِك غير عدد أفراد أسرتي، دماغكم غير دماغنا، طباعكم غير طباعنا، فكل واحد سبحان الله ليه دنيا تانية خالص مختلفة عن دنيا أي حد تاني. فأنا بالنسبة لي زي ما باقول لِك كده، أنا ممكن أقضّيها ممكن بسم الله ما شاء الله، لو عندي فطير مشلتت في التلاجة في الفريزر أكون عاملاه، أطلّع فطيرة وأسخّنها وأحط جنبها شوية عسل، أحط جنبها حتة جبنة قديمة، أنا بالنسبة لي كده قضيتها، إن أنا ما دوّرتش طبخت. لكن أنتِ ممكن حضرتِك تقولي قضّيها، تروحي تطلّعي مثلًا كيس لحمة مفرومة وتعملي حواوشي،
ممكن حضرتك تقولي قضيها، انا هقضيها النهارده، تروحي تطلعي كيس بانيه وتعملي بانيه ومكرونه. فكل واحد ليه دماغ، بس انا بدور دايما هقضيها، يبقى هحاول على قد ما اقدر ما اجيش ناحيه اي نوع بروتين ايا كان هو ايه، بحيث ان انا اليوم بتاعي خلاص كده ماشي ارديحي زي ما بيقولوا من الاخر كده. ان شاء الله حتى كنت هعمل طاجن باميه صغير واعمل جنبه شويه رز، برضو اسم انتم مقضيها في اليوم ده. اي نعم في طبيخ وفي ريحه اكل في البيت واخر ربنا كتير، بس ما انت مش عامله بروتين، فبالنسبه لك انت وفرتي بند البروتين او كنسلتيه ليوم تاني. يوم بقى يكون مثلا اجازه جوزك، يوم نكون متجمعين انا والعيال كده وابوهم موجودين كده في البيت، وبدل ما اعمل اكله اقتصاديه او اعمل اكله تبقى حرشه او اعمل اكله تبقى ما شاء الله ما فيهاش بروتين، تلاقيني لا طلعت الوجبه الحلوه بتاعتي وطبخت لهم وعملت لهم اكل حلو كده يكفي ويوفي يومين كمان مش يوم واحد. انا في اليوم ده خيرتهم الصراحه، قلت لهم طب بصوا احنا هناكل ايه، انا مش هعمل النهارده اي حاجه فيها لحمه ولا فراخ، تمام متفقين؟ قالوا لي متفقين. قلت لهم طب هي اختاروا حضراتكم، اعمل لكم كشري اصفر واسلق لكم جنبيه بيض، ادي اختيار، انا بخيركم، كل الاختيارات بالنسبه لي في صفي عجباني مش مكلفه ليا ولا متعبه ليا ولا اي حاجه. اعمل لكم كشري اصفر وجنبه بيض مسلوق، ولا اعمل لكم بسم الله ما شاء الله عدس وبسلطه، طبعا دول انا عارفه ان هم مرفوضين وما جبت سيرتهم خالص، ولا اعمل لكم كشري وعدس اصفر وبيض مسلوق، ولا اعمل لكم طاجن باميه ومش هحط عليها لحمه مفرومه ولا هضيف فيها اي اضافات، طاجن باميه وجنبه شويه رز، برضو بالنسبه لي وجبه اقتصاديه، ولا احمر لكم مكرونه وبطاطس وكاتشب كده ونقضيها. بسم الله ما شاء الله التلاته اختاروا مكرونه وبطاطس، قلت لهم ربنا انتوا سكرات ومسكرات بحبكم يا ولاد اللذين انا لازم امدحهم، هم ريحوني بقى لازم امدحهم عشان لما اطلب منهم حاجه تانية يبقى قلبهم عليا كده ايه، حنين كده ايه، وما يغلبونيش معاهم. بس بدأت بإيه، حمّرت كده المكرونة، وكان عندي كيس شوربة في الفريزر، طلّعت كيس الشوربة من أول ما أنا صاحية، أنا عارفة إن أنا هاعمل وجبة اقتصادية، فقُلت هاطلّع كيس شوربة، لو أنا هاعمل بامية تمام زي الفل أمين الشوربة هتسِد معايا، لو أنا هاعمل مكرونة تمام برضه أمين ما فيش مشكلة الشوربة برضه هتسِد معايا. الشوربة أصلًا بتاعة الماسورة أنا بقى لي فترة ما جِبتش الماسورة دي، بس والله العظيم يا بنات شوربتها اللهم صل على النبي، اللهم صل على النبي زي السكر كده، باحب لو محمّصة مثلًا رغيفين في الفرن وعاملة لهم هم أي أكل حابينه، وأنا طلّعت كيس شوربة كده وسِبته فَك وساح خالص، ما باطشّلهاش على فكرة بتوم ولا بصل ولا أي حاجة، شوربة ماسورة كده أنتِ بتبقي مهيّئة بسم الله تبارك الله الشوربة بملحِك وبهاراتِك وتوابلِك وتوم وبصل وكل حاجة، وبتشيليها في الفريزر أكياس زي ما هي، وباطلّع الكيس ما باطشّلوش بتوم ولا حاجة، باطلّع الكيس يفُك واروح مدّية له غلوة كده واحطه بقى إيه، في بولة الشوربة الصغنّنة بتاعتي وآكل لقمة محمّصة كده مع معلقتين 3 شوربة أو مع طبق شوربة صغير، أنا بالنسبة لي كده اتغديت واتبسطت كمان، مش اتغديت وخلاص. ده ناهيكِ طبعًا ده غير الفايدة اللي موجودة طبعًا في الشوربة القمر دي. مع البهاريز مع النخاع بقى النخاع اللي بتكوني مكسراه كده في قلب الشوربة أو مفضياه في قلب الشوربة، اللهم صل على النبي، يعني غدوة مش مكلفة خالص، شوية شوربة جنب شوية مكرونة والدنيا هتمشي زي الفل. قطعت كده بطاطس حمرتها، البطاطس دي يا بنات بسم الله ما شاء الله كانت رخيصة، ما اعرفش هي رخصت عندي والّا عندكم أنتم كمان والّا إيه بالضبط، كانت الكيلو وربع ب10 جنيه، كانت كيلو البطاطس يا بنات كان عامل 8 جنيه، وأنا جايباها وشاكة إن هي مش هتطلع تحمير، والله العظيم طلعت، أديكم هتشوفوها دلوقتي شكلها عامل إزاي. كان عندي 3، 4 بتنجانات كده عدمانين وصدمانين في التلاجة، بُصّوا بقى لهم ييجي شهر في درج التلاجة وأنا أصلًا مش واخدة بالي منهم، لإن هنا كانت حاطة عليهم أكياس وحاجات زي كده، فما كانوش باينين أصلًا، فقُلت لهم بقى تعالوا بقى أنتم جيتوا في اليوم المناسب وفي الوقت المناسب، هاقليهم لأ طبعًا مش هاقليهم عشان هم حالتهم ما يعلم بها إلا ربنا، لو اتقلوا هينشفوا على نشفانهم وبُصّوا مش هيتاكلوا أساسًا. رُحت سالقاهم ولقيت عندي برضه قرنين فلفل صغننين سلقتهم معاهم، وحطيت ملح وكمون وكزبرة وسِنّة اللهم صل على النبي فلفل أسود صغننة خالص قد كده، وخلّيت البتنجان يتسلق لغاية لمّا استوى، اتهرى، أنا مش عايزاه يكون مجلد أو ناشف، هو طبيعي أكيد هيكون ناشف شوية لإن هو مركون في التلاجة، فلأ أنا عايزاه يستوي خالص على نار هادية، أخد غلوتين 2 ورُحت مهدية عليه النار على الآخر، وسِبته كده إيه ياخد ويدّي كده بالراحة خالص لغاية لمّا بقى زي الزبدة كده. ممكن حضرتك تعملي الحركة دي في البتنجان المكبب أو البتنجان الرومي. ممكن تعمليها في البتنجان العروس زي ما أنا عملته كده، زي ما تحبي، اللي هو إيه، أي حاجة تفتح النِفس كده جنب الأكل نبلّع بيها زي ما بيقولوا كده، عندِك ليمون مخلِّل حطّي، خيار مخلِّل حطّي، مخلِّلة اللهم صل على النبي البتنجان لو أنتِ مخلِّلاه قلياه يعني ومخلِّلاه بالتوم والخل، حلو تمام زي الفل، بس أنا باحس إن سبحان الله البتنجان المسلوق باحس إنه ليه طعم غير خالص البتنجان المقلي.
يعني بحس ان ده طعم وده طعم تاني خالص. البتنجان المسلوق بحس ان هو خفيف وظريف ولطيف كده على المعده، وممكن تغمسي منه وتاكله وتشبعي. بحس ان البتنجان المقلي بيبقى حامي على المعده وبيولع على الصدر كده زي ما بيقولوا. بعد ما اتسلق البتنجان خلاص، كان خلاص دخل في السوى اللي انا عايزاه، رحت عامله له طشه بتوم، وما كانش عندي طماطم طبعا فريش، رحت واخده معلقه صلصه كده من الصلصه اللي عندي في الفريزر، طشيت التوم، حطيت عليه ملح وكمون وكزبره وفلفل اسود، ورحت ضايفه حته الصلصه الصغننه، ورحت حاطه بقى عليها البتنجان اللي مسلوق واستوى حلو. كمل تسويته البتنجان في قلب الصلصه دي. والله العظيم انا بصوا سبت لهم هم المكرونه بالهنا والشفا، واخدت لقمه كده محمصه صغيره، وكلت بتنجانيتين كده باللقمه المحمصه، وده كان غدايا كده والله، وشبعت واتبسطت والحمد لله. بصوا شايفين يا بنات شكل البطاطس عامله ازاي؟ بسم الله تبارك الله، اللهم صل على النبي. دي البطاطس اللي هي كيلو وربع ب10 جنيه. بقول لكم انا لما جبتها حاسه ان البطاطس مش تحمير، لا حاسه ان هي مش تحمير. ليه؟ علشان هي رخيصه. لان انا بقالي فتره، يعني غبت فتره ما نزلتش السوق. لقيتها غليت، كنت جايباها قبل كده رخيصه بس لقيتها غليت، وغبت شويه لقيتها رخصت تاني. فتوقعت ان هي ممكن ما تكونش حلوه، بس الصراحه لا يعني، خيبت ظني كده وطلعت روعه الروعه كده بالهنا والشفا يا رب. حمرت بقى، عملت لكل واحد طبق، حطيت له عليه طبق مكرونه حلو زي الفل كده، وحطيت عليه شويه البطاطس جنبه شويه البطاطس. كنت هحط لهم كل واحد بتنجانيه كده جنب المكرونه، بس جانا مش بتاكل البتنجان، فسبت طبق البتنجان زي ما هو، وحطيت لهم كل واحد رشه كاتشب كده، وكان طبق ظريف وحلو وجميل وعجبهم. وكل واحد اخد طبقه كده بالهنا والشفا. لو في سلطه اعملي طبق سلطه جنبهم. بتنجان مخلل، ليمون مخلل، عندك طبق ملوخيه في التلاجة، عندك طبق ويكا في التلاجة، زي ما تحبي. انا كان عندي شوربه في الفريزر، وافتكرت قلت يا ريتني، مع ان انا كنت يعني بقضي مصلحه الصبح كده بره، وكان نفسي ان انا يقابلني ويكا اللي هي الباميه الصغيره. لا انا مش عايزه الباميه صغيره، انا عندي كده كده خزيني كفايه في الفريزر، مش عايزه باميه صغيره. لو حد عايز يبيع ابيع له، مش مشكله. لو الراجل عايز يشتري مني شويه يشتري، مش بس على سعر دلوقتي، مش السعر اللي انا مخزناه بيه. اللهم صل على سيدنا النبي محمد عليه الصلاه والسلام. بس ما قابلنيش بقى الباميه الويكه اللي هي الكبيره دي، كان نفسي ان انا اعملها وتتغمس كده بالعيش جنب الاكله دي، اللهم صل على النبي، زي السكر كده بالهنا والشفا يا رب. بصوا بقى، اكله يعني ما عملتش مواعين كتير، ما عملتش دربكه كتير، والعيال بيحبوا الاكلات اللي بتبقى زي كده. يعني الطبق اللي ببقى مثلا حتى لو عامله شاورما بصدر فرخه واحده، حطوا لايك بقى، حطوا لايك 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 لايك، ربنا يسعدكم يا رب. لايكات لايكات عشان بصوا، عشان الفيديو يترفع كده، وعشان اقدر اكمل واستمر معاكي كل يوم. عاوزه اقول لك، لو عامله شاورما مثلا بنص صدر فرخه، مش هقول لك صدر كامل، ومحيقاها بقى ومظبطاها، وحاطه فيها بصل، وحاطه فيها طماطم، وحاطه فيها فلفل، وجيتي عملت طبق زي الطبق اللي انا عاملاه ده، طبق المكرونه، وجنبه اللهم صل على النبي شويه بطاطس، وجنب كل طبق، وجنب حبه المكرونه اللي انت محمراهم حطاهم في الطبق دول، رحت ضايفه معلقتين 2 من الشاورما بتاعه الفراخ. والله العظيم وجبه حلوه، وعيالك هياكلوا منها ويتبسطوا، ومش مكلفه خالص، وهتبسطهم. يعني العيال بيحبوا الحاجات دي. لو عامله كريب بطاطس، وحاطه بسم الله ما شاء الله جواه قطعه واحده من البانيه، وعملت طبق مكرونه حلو زي كده، ورحت حاطاه لهم برضه، هيعجبهم جدا، ومش مكلف خالص، بالهنا والشفا على قلوبهم يا رب. كنت خلاص، كان السجاد يا بنات اللهم صل على النبي اتغسل كله ونشف، بس اتغسل اللي انا راكناه. السجاد التاني اللي هو لسه مفروش، عندي كده 2 ولا 3 مفروشين لسه ما اتشالوش، هم دول اللي عايزين يتغسلوا. اتغسل السجاد، ما بحبش يعني المه واسيبه مرمي مثلا كده، لا هلمه واروح برماه، واروح مظبطاه تظبيطه حلوه، واشوف المكان اللي انا هخزنه فيه هيكون فين، بحيث ان هو ما يتمليش تراب من هنا لغايه الايد ولا حاجه. واللي انا هفرشه هخليه من بره، واللي مش هيتفرش اللي هو هيبقى يتفرش في الشتاء ان شاء الله، هو ده اللي هيخش تحت السرير. تمام، لان لقيت بسم الله تبارك الله قرب، يعني خلاص الايام بتجري زي الهوا. عاوزه اقول لكم كمان ان انا بدات عماله اسحب في البطاطين، اغسل في البطاطين، وانتوا قاعدين تتفرجوا عادي براحتكم خالص والله. سيبوا انتوا الحاجات هتتراكم عليكم، وانتوا هتتعطلوا، وانتوا هتتاخروا، وانتوا هتبصوا تلاقي ان الدنيا كلها عندك حاجات كتير قوي قوي فوق دماغك. لا انا الحمد لله، يعتبر كده النهارده خلصت اخر، لسه فاضل دفعه واحده من البطاطين ما اتغسلتش. خلصت يعني، المهم خلصت حبة محترمين من البطاطين، مش باقي الا بطانية واحدة عايزة تتغسل، هي والاتنين حافظة السجادة دول. حافظة السجادة طبعا اتحذرت كتير، اوعي تحطيها في الغسالة يا لولو، اوعي تحطيها في الغسالة، لا طبعا انا مش مستعدة اجازف بالغسالة خالص والله. طب حتى اخلص قسطها الاول وبعدين اجازف بيها؟ طب يا ولاد ينفع كده؟ فقلت بس البطاطين اللي انا غسلاها دي تنشف، وهروح اغسل البطانية الاخيرة، اخر بطانية، هي اتقل بطانية اللي فاضلة.
عشان هي بتبقى تقيله على الحبل اصلا. هغسلها مع الاتنين بديل سجاد كده، اروح غسلاهم كده في الصاله على الارض، وخلاص كده ابقى خلصت الحمد لله من البطاطين بتاعتي كلها. والسجاجيد ممكن اغسلها برضو مع البطانيه طالعه واحده كده، مفيش مشكله خالص بالنسبه لي. تمام. كانوا خلاص اتغدوا، دخلت قلت ايه اما لملم كده المطبخ. انا غسلت البوتاجاز اولا قبل ما ابدا اعمل الاكل يا بنات. يعني هعمل اكل حتى لو في مواعين كده حواليا ليا مزاج اغسلها، تمام امين زي الفل. ماليش مزاج اغسلها، بروح ململمه كده كل المواعين اللي حواليا احطها في الحوض واشتغل بقى على النظافه. باحس والله العظيم إن أنا مرتاحة نفسيًا، ويا سلام بقى لو شغّلت الراديو على إذاعة القرآن الكريم كمان بزيادة، بزيادة بقى. يعني اللي هو إيه، الله! تحس إن الأكل معمول بنِفس زي السُكّر كده. فباروح عاملة إيه، قبل ما أبدأ في عمايل الأكل، البوتاجاز نضيف تمام، ما فيش أي مشكلة. البوتاجاز مش نضيف، باروح مرغيّة عليه بشوية بالإسبونشة وشوية صابون كده، واروح ملمّعة البوتاجاز نضف معايا بقى زي القشطة. أبدأ بقى أطبخ، أعمل أكلة اقتصادية، أعمل أكلة حرشة، أعمل لهم اللي عايزينه، باعمله وأنا واقفة كده على النضافة زي ما بيقولوا. الرخامة بتاعتي نضيفة، الحوض بتاعي نضيف، حتى لو في شوية مواعين موجودين في قلب الحوض، دول ممكن وأنا باقلّب كده الطبيخ، وأنا باقلّب ب ب يعني إيه شغّالة في أعمال الغدا، تلاقيني رُحت غاسلاهم وخلاص كده بابقى طالعة من المطبخ بسم الله ما شاء الله، ما يعتبر ما عنديش مواعين إيه، حاجة هامة على قلبي. تيجي بقى جوزِك جاي من الشغل بالسلامة بعد ما خلاص جهزنا غدانا وكل حاجة والراجل جه من الشغل، خلاص تقومي على طول تشيلي الصينية وتروحي غاسلة الطبقين اللي في الحوض. خلاص أنتِ كده الحوار المطبخ اتشال من ورا كتافِك خالص، اتنسى خلاص. إن أنا ما عنديش، أنا لأ، أنا كده ما عنديش مواعين في الحوض. حتى لو ما لكيش مزاج تغسلي مثلًا مواعين العشا، هيكونوا مثلًا طبقين على كوبايتين على حلتين، مش هيكونوا مواعين كتيرة، فممكن عادي ليكِ مزاج تغسليهم أمين، ما لكيش مزاج تغسليهم بتكنسليهم لتاني يوم الصبح. بس برضه مش معنى إن أنا باكنسلهم يبقى أسيب المطبخ يضرب يقلب. لأ، ما فيش الكلام ده. عندِك حلة كبيرة باروح محطّاها فيها، حاطة فيها الأطباق ولمّا الكوبايات ومغطية الحلة ولا من شاف ولا من دري، واروح راكناها كده على البوتاجاز أو على الحوض كأن الحلة فيها أكل. ليه؟ إن أنا مش مطلوب مني إن أنا أفضل دايمًا مضغوطة، أفضل دايمًا معصورة، دايمًا عاتلة هَم المواعين والبوتاجاز واللي راح واللي جه لأ. خلاص أنا فصلت، خلاص يبقى طالما فصلت يبقى هافصل من كل حاجة، المواعين والبوتاجاز والغسيل والطبيخ وكل حاجة والله هتستناني تاني يوم عادي جدًا ما فيش مشكلة. بس أنا باحاول أجدد طاقة، باحاول أشحن نفسي عشان أقدر أكمّل وأستمر. لكن الناس اللي هي بسم الله تبارك الله، في فئة معيّنة كده من الناس أو من ستات البيوت الشطّار اللي هم أشطر ستات بيوت في الدنيا، اللي هي تبقى دايمًا عايزة كل حاجة بالشعرة وما ينفعش تنام إلا أمّا تخلّي كل حاجة بُصّي مراية. حابة إن أنا أبشّرِك بس بُشرة حلوة كده تستاهلي إن أنتِ تحطّي لي عليها لايك. حابة أقول لِك إن صحتِك هتخونِك، هييجي عليكِ وقت من الأوقات صحتِك هتخونِك، والشكل العام بتاع البيت اللي أنتِ متعوّدة عليه دايمًا كل حاجة فيه على الشعرة مش هيبقى عاجبِك، في الوقت ده أنتِ نفسيتِك هتتعب. أنا مش باقدّر عليكِ بحاجة وحشة، ممكن صحتِك تخونِك في دور برد ييجي لِك. بعد الشر عليكِ أي حاجة يعني عندِك شوية صداع، مرهقة، تعبانة، جسمي حاسة إن جسمي واجعني، داخلة على دور برد مثلًا أو الحاجات دي. فالحاجات دي هتتعبِك أنتِ نفسيًا. فلمّا يعني تحبي أنتِ تفصلي، خلاص افصلي. أنا مش أنا يعني بني آدمة دم ولحم، أنا مش إنسان آلي، أنا مش متوصّلة بالكهربا. أنا مش المفروض طول النهار أبقى بالِف حوالين نفسي، وشي غسيل مواعين، وشي غسيل هدوم، وشي ترويق، وشي. تبُصّي تلاقي نفسِك بسم الله تبارك الله أنتِ على مدار اليوم ما قعدتيش 5 دقايق على بعض. وتعالي قابليني والله العظيم لو البيت فضل نضيف زي ما أنتِ عايزة. اللهم صل على النبي، ربنا يخلّي العيال ويطرح البركة فيهم يا رب، ما بيخلّوش حاجة على مكانها. بس أنتِ ما تضغطيش نفسِك بزيادة، وطول ما أنتِ قاعدة تفضلي تنهاري وتزعقي قصادهم. اعملوا، ده أنا مروّقة، ده أنا منضّفة، ده أنتم بهدلتوا، ده أنتم خرّبتوا، ده أنتم عملتوا، ده أنتم سويتوا. أنتِ كده هتتعبي نفسيًا من كتر الضغط اللي أنتِ بتضغطيه لنفسِك مش لحد تاني. تقبّلي كل حاجة في العيال وفي أبو العيال وفي حبايبِك وأصحابِك وجيرانِك، وبُصّي كل حاجة يكون ليكِ، يكون عندِك صدر رحب ليها. مش كل حاجة ضغط، مش كل حاجة زعيق، مش كل حاجة صويت، مش كل حاجة غضبانة فيها، مش كل حاجة مقموصة فيها. هتحسّي إن حياتِك أحلى بكتير وأنتِ نَفْسِك نفسيًا ارتحتِ وهديتِ كتير أوي. غير كده وكده كمان وشي بقى منوّر، أنا بقيت واحدة مرتاحة نفسيًا مش مضغوطة على أقل حاجة وعلى أتفه حاجة. تلاقيني بسم الله ما شاء الله مولعة البيت حريقة. اللي يشوفني يحس إن أنا يدّيني سِن أصغر من سِنّي. هو أنتِ بالله عليكِ ما بتقابلي ناس بسم الله ما شاء الله ممكن يبقى عندها في حدود 50 سَنة وتشوفيها تقولي ما تدّيهاش، يعني أنا أدّيكِ كام، أدّيكِ 30 سَنة، أدّيكِ 25 سَنة. بيقابلِك الناس دي والّا لأ؟ أكيد بيقابلِك، وأنا برضه بيقابلني نفس العينات دي. فتلاقيني كده باكلم نفسي أقول بسم الله ما شاء الله عليها، الله أكبر عليها، بُصّي وشها عامل إزاي، بُصّي شكلها عامل إزاي، بُصّي بشرتها، وبُصّي مهتمة بنفسها إزاي. كل ده اللهم صل على النبي، وتقول طبعًا بسم الله ما شاء الله قبل أي حاجة. كل ده جاي منين، نابع منين، نابع من راحتها هي لنفسها. هي مدوّرة على راحتها، مش مدوّرة على تعبها.
مش مدورة على ضغطها، مش مدورة على نكدها، مش مدورة على زعلها، لا ده هي بتدور دايما على الحاجات اللي تبسطها، اللي تريحها، حتى لو الحاجة دي ممكن ما تكونش باسطة اللي حواليها قوي، بس مش مشكلة انا مرتاحة نفسيا. بس طبعًا بيتي يكون نضيف، الشكل العام يكون مُريح للعين، ما فيش كركبة، ما فيش كراكيب، ما فيش زحمة، ما فيش خناق وصويت عمّال على بطّال، الخناق والصويت والنكد بيقصّر العُمر، فنحاول نستبعد الحاجات دي اللي هي فعلًا، فعلًا بتعيّشنا في جحيم وما بتخلّيناش حاسين بأي لحظة حلوة تعدّي علينا، واللي يشوفنا لأ دي شايلة الهَم فوق دماغها، دي معاها العيال وجوزها ودنيتها وحالها ومحتالها، دي شكلها باين عليه الكآبة والاكتئاب، ليه أوصّل نفسي لكده؟ عارفة إن المشاكل ما بتخلصش والضغوطات ما بتخلصش، بس مرّني نفسِك إن أنتِ تكوني أهدى، مرّني نفسِك ودرّبي نفسِك إن أنتِ تكوني أروَق، إن أنتِ تكوني متقبّلة كل حاجة، ومتوقّعة الحاجة الوحشة تحصل من أي حد حواليكِ قبل ما تتوقّعي منّه الحاجة الحلوة، علشان لو حصلت حاجة وحشة ما تتعبيش نفسيًا وتضغطي وتفضلي تأنِّبي وتذنِّبي في نفسِك وتجلدي في نفسِك ليل ونهار. توقعي الحاجة الأسوأ علشان لا قدّر الله لو حصلت ما تتعبيش نفسيًا، مش معنى كده إن إحنا لأ شايفين الدنيا سودا وشايفين دنيتنا حياتنا كآبة واكتئاب، لأ، أنا عندي خيال واسع ودماغي كبيرة، متوقعة دي ومتوقعة دي واللي يحصل واللي يجيب ربنا كُلّه حلو وأنا راضية بيه يا رب، اللهم لك الحمد والشكر ليك يا رب. غسلت المواعين وطبعًا البوتاجاز كان نضيف زي القشطة بس مشيت عليه كده إيدي بالمَرّة و روّقت المكان بتاع الشاي والسُكّر كده ورُحت معديّة عليه كده بالمَرّة، وخلاص كده أنا حاسة إن المطبخ بتاعي راق، فخلاص هاخرج كده يعتبر متغدين بدري، مطبخي متشطّب بدري، دنيتي رايقة، طبّقت غسيل وبسم الله تبارك الله لمّيت السجاجيد، فالدنيا كلّها زي الفل، أقعد بقى بمزاج رايق، أعمل كوباية ينسون، كوباية نسكافيه، كوباية شاي، كوباية قهوة، أشوف العيال اللي عندها امتحانات، مش طول النهار عمّالة ألِف في الشقة رابطة القمطة كده فوق دماغي وعمّالة ألِف في الشقة تنضيف وغسيل وترويق، طول النهار عمّالة أقول روحوا شوية يا بلد وروحوا شوية يا ولاد، لأ افصلي من كل ده والبسي بيجامتِك الجميلة وقلم كحل حلو كده تحطيه في كحل لونه حلو كده في عينيكِ، مع توكة حلوة وشوية روج حلوين وعيشي عمرِك وعيشي حياتِك.